فاش كيكون السيد كيموت باش كنعرفوه ان الاطراف ديالو البروديه كتبدا ليه من الرجلين، كتبقى تقيس ليه الرجلين ديالو، كتحس البروديه باردين وهي طالعه وحده وحده حتى كتوصل ليه باش تخرج. فاش كتخرج الروح ديالو كاين شي علامات. العلامه الاولى ان العينين ديالو كيبقاو مفتوحين. علاش؟ لان فاش كتبغي تخرج الروح كيتبعها بالعين، كيبقاو العينين ديالو مفتوحين. هاد الارنبه ديال النيف هادي كطيح، ما كيبقاش النيف موط هكذا، كطيح يا اما على اليمين يا اما على الشمال. نردوا البال، هاد الارنبه ديال الانف عندنا باش غادي نجربوا 3 ديال الحالات. الحاله الاولانيه وعندنا رقه ديال الرجلين. شفتوا هاد الرجلين كي دايرين عندنا الشرح ديالو اذا التفتي الساق بالساق، هنا هاد البلاصه ما كتبقاش شاده، كتبقى الرجل كتكون دايره هكذا، كتولي مطلوقه. هاد الرجل ما كتبقاش هكذا واقفه، كتولي مطلوقه. هادو 4 العلامات غادي نجربوا. اذا كنبداو كنقلبوا القضيه ديال العرق، واش الضرب ديالو مزيان، واش كيضرب، واش ما كيضربش. كاين اللي كيكون صحيح ما كيبانلكش، واخا كدير يديك ما كتعطيش. المرحله الاولى كنقلبوا ليه هنا، هاد الضربات ديالو كيكونوا قراب بحال دابا راني كنحس بهم كينطوا، واش مازال فيه الروح او لا. الا تلفت في هاد الجوج هادو كندوز للمرحله الثانيه. المرحله الثانيه هي اللي شفنا قبيله، شفنا شي مسائل بحال هكذا. شفنا المرايه والبيد، كنقولوا لاش كيصلح المرايه ولاش كيصلح البيد. المرايه كنديروا عليه هنا حدا النيف ديالو واحد 30 ثانيه او 40 ثانيه، هذا مازال حي، مازال كيكون عسيه بحال دابا هنا. اما الا لقينا هذا الرب بحال هكذا وطلعنا لقينا لا ندار والو، السيد راه ميت. كندوزو للمرحله الثانيه واللي كنشوفوا الاطباء كيستعملوها هي البيد. اول حاجه كيدير كيفتح ليه العين ديالو بحال هكذا وكيحل فيها البيد، كيشعل فيه البيد بحال هنا مثلا. فاش كتشعل البيد اش كيوقع؟ هذاك المومو ديال العين كيتزوما، كتشوفو كيدير كيكون محلول كيتجمع. واي واحد فينا كيمشي للدار يشد خوه ولا ولده الصغير ولا شي حاجه ويجرب. ولكن عندك كديرها لعيالاتكم، راه يبان لكم مازال تقتلونا. حاولوا ما امكن شوفوا شي طريقه اللي هكا، حل ليه العين ودير هذا. جرب باش تعرف، راه بالتجربه باش كيكتسب بنادم. جرب كتشوف داك المومو ديال العين كيتجمع، ما تعاطاش معاك عرفوا باللي مات. ضربتي ما تحركش مات ما هادي، عرف بلي السيد مات. اذا عرفنا هذه المسائل هذه كامله، اي حاجه دوزنا غادي نديروها في الصاك باش نعرفوا بلي راه دوزنا كل شيء. البنات حزين السيد مات، ثقنا باللي مات. دابا الحمد لله راه كاين اطباء كيجي كيدوز ليه بالصناطه وكيقول لك راه مات، باش يعطيك السيرتيفيكات ديال شهاده الوفاه باش تكتب المسائل ديالك. اذا عرفنا دابا السيد مات، اش خاصنا نديرو؟ هذه هي اللحظه اللي كتكون صعيبه، وهذه هي اللحظه اللي ما كيديرها حتى شي واحد. مجرد انك كنسمع باللي با او ما مات اش كندير؟ كنبقى كنغوت، كنبقى كندير كذا، ولكن كنسى شي مسائل اللي موصين عليها واللي هي كتسمى التجهيز ديال الميت. تجهيز الميت، شكون تجهيز الميت؟ هاد الميت هذا الا مات ليا يدو هكا راه غادي تبقى هكا، وإلا مات ليا برجلو دايره هكا راه غادي تبقى هكا. وباش غادي نبغي نغسلو كنولي كنزيد عليا خدمه اخرى، انني خصني نجيب الماء السخون وغادي نبقى نكب الماء السخون عليه وغادي نبقى نمسدها ليه حتى كتطلق. لذا من الاول باش كيموت السيد اش خصني ندير؟ هما هاد العمليات اللي غادي ندير. اش غادي نديرو؟ اول حاجه كنقصوا ليه الحوايج، اول حاجه كنقصوا عليه الحوايج، كتحيد ليه المسائل كلشي. هاد السروال، هاد الجاكيطه، السروال كتخلي لي شي حاجه خفيفه، كتخلي لي مثلا شورت ولا سروال خفيف او لا شي تيشيرت ولا شي حاجه. علاش؟ مازال طري، مازال تهزو بحال هكذا غادي تهز لك، تحيد ليه يدينا غادي تحيد لك. اما فاش كيموت راه كاين اللي كيتجمد صافي كيولي لك بحال شي صامت، خصك شحال باش تحركو. لذا ملي كيكون صغير هذا هو اللي كيتسمى تجهيز الميت، انني غادي نقص ليه الحوايج. وعلميا فاش كتخلي ليه الحوايج بزاف وكتكون القضيه سخونه وما كيبقاش والو، كيولي كيخرجوا لك شي افرازات وكيولي كيعطي واحد الريحه كريهه. كتلقى تحيد ليه الحوايج وكتشم ريحه كريهه، كتقول بلاش خطا من ولادو ولا من با ولا من هذا اللي ما دارش القضيه ديال التجهيز. اذا قلنا كنقصوا ليه الحوايج. فاش نقصوا ليه الحوايج كنسرحوا ليه يديه، كتسمى تليين المفاصل. هذه يديه هنا غادي نشدها وغادي ندير لها بحال هكذا وغادي نسرحها ونطلقها، كتبقى هكا غادي تبقى. الاخرى عاوتاني غادي نلين ليه الصباع ديالو وغادي نعاود نطلقها وكنبقى انا. اذا هنا وكنسد ليه العينين ديالو كندير ليه بحال هكذا. كاين المره الا تعطلتي وما تسدوليش العينين، تعطلتي عليه كدير ليه تسد العينين هنا كتلقاه ما بغاوش يتسدو.
هنا كنمشيو لهاد البلاصه كنمشيو لهاد البلاصه هادي هنا. هاد الصبع الصغير الغليظ انني كنجرو ليه الصبع هنا كيتسد لي عليه الليل. عقلوا عليا مزيان، الا تعطلتي الا ما سديتيش عليه في البلاصه كتمشي ليه هاد الصبع الغليظ. كتجرو عندك بحال ما هكا كيتسد لي عليه الليل. هادي من جهه. اذا غادي ندوزو دابا للمرحله الثانيه، هاد التجهيزيه فاش كنكملوا هاد الحاله هادي كنسجيوه عندنا كنغطيوه وكنخليوه في شي بلاصه محفوظه باش ما يبقاش يدخل عليه بنادم ويخرج. علاش كنقولوا هاد القضيه هادي؟ باش ما تخافوش الله يرحم بكم الوالدين وما تخلعوش. الشيء هاد الميت هذا راه هو يخاف منا حنا، مش حنا نخافوا منه. هو ميت، راه حنا اللي كنديروا فيه المصائب الكحله، وراكم كتسمعوا وراكم كتشوفوا شحال ديال المشاكل اللي كيوقع. ها اللي كيهز ليه الماء باش كيتغسل، ها اللي كيدير ليه الخبز في فمو، ها اللي كيسد ليه بحال واحد الناس انها مات ليه الام ديالها، وفاش جا الولد ديالها اللي كان مسافر وعاد وصل مع لقاوها كفنوها غسلوها صافي خرجينا. قال له بغيت نشوف امي ما خلاوش هذوك الغسالات. راه ضروري خصنا نشوف امي كيقول لي لا راه الا خصنا نعاودو نبدلو الكفن. شي مسائل ما انزل الله بها من سلطان، وداك المسائل عادي. وكنشوفوا الشهداء اللي كيخليو لهم الجهوم او اللي ماتوا في الحج كيخلي ليه الجهوم العريان عادي ما فيها حتى شي حاجه. فاش فتحوا ليها فمها لقاو هنا ثاقبين ليها الشنفه هنا والفوقانيه ودايرين لها قفل ودايرين صوره ديال شي دريه مثقفه ولا شي فنانين دايرين لها وسادين عليها هذا. لذا شكون اللي خصو يخاف من الاخر؟ واش هو يخاف منا ولا حنا نخافوا منه؟ راه هو غادي يخاف منا. لذا شويه ديال الشجاعه الله يرحم بكم الوالدين. والتغسيل ديال الميت راه ممكن انني نغسل مرتي، ممكن تغسل الزوجه ديالك. سيدنا ابو بكر الصديق راه غسلته الزوجه ديالته، سيدنا علي غسل فاطمه الزهراء الزوجه ديالته. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ما ضرك العيشه لو ميتي زعما قبلي راه انا غادي نغسلك. لذا راه ممكن الراجل يغسل مرته وممكن المراه تغسل الراجل ديالها، هذه عاديه. ماشي ضروري خصنا نقلب انا اللي يغسل ليا ونجيبو من ما نعرف منين. لذا كملنا المسائل هنا غطيناه. غادي ندوزو للمرحله الثانيه. المرحله الثانيه اللي هي كي غادي نديرو نغسلو هذا السيد، الطريقه ديال التغسيل ديالو باش ندوزو للمرحله الثالثه. اول حاجه غادي نديرو في الطريقه، شكون اللي عنده شي سؤال بعدا في هذه الحاله هذه باش ندوزو للمرحله الثانيه؟ نعم. بالنسبه للشهادتين مزيان اللي فكرتيني بهذه القضيه هذه. كاين اللي كيكون كيموت انت اللي تكون حداه، كاين اللي يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. كاين هنا فاش كتكون حداه وكيكون كيموت ماشي كتقول ليه قول اشهد ان لا اله الا الله وكتبقى تعطيه الاوامر، لا كتبقى تعاود انت حداه هنا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. عيب شويه وتعاود تسكت شويه. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. الى مشى حتى استجب وقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، اش خصك دير في هذه الحاله؟ ما تعاودش تهضر معاه، ما تعاودش تتكلم معاه. ماشي شي وحده كتكون كتموت وكتكون حتى تتقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله تقول لا اما داك الذهيبات اللي ما نعطيوهم واش لاختي فلانه ولا اختي خرجتي عليها، لان غادي تقول لك عطيهم لبنتي الصغيره وتموت خرجتي عليها. لان الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه. هذا حديث صريح لا غبار عليه اجتاز القنطره. لذا الله يرحم لكم الوالدين عيب شويه. كاين هنا هذه الحاله راه الموت ماشي وحده، راه كاين اللي كتجي بحال واحد القطره ديال الماء هابطه من شي قرعه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وكاين اللي كتجي صعيبه، وكاين اللي كيتصرف ليه اللسان ما كيقدرش يتكلم، ولكن ما كيتكلمش ولكن كتشوفوا دار واحد العلامه انه هز يدو مثلا بحال هكذا داير صبعو هنا عرف بلي راه قالها ما تعاودش تكرر عليه، راه اللسان مصاب صافي ما تقولش لا يدير بحال هكذا عرف بلي راه قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان رسول الله بدا عطيه اتساع. اذا هنا الله يجازيك بخير اللي ذكرتي لي. شكون اللي مازال عنده شي سؤال في هذه القضيه؟ ندوزو للمرحله الثانيه. المرحله الثانيه ديال الغسيل. الغسيل غادي نحسب. نعم استاذ حميد. الشيء هذه القضيه ديال التقطير ديال الماء راه سبحان الله عين خرجينا، راه تقطري واخا تشرب به البحر، لانه الله سبحانه وتعالى راه الا بغى يسقي غادي يسقيه من عنده. وعلميا غادي نقلبوا عليها وغادي نعرفوا علاش هذيك القضيه ديال الماء علاش كتحتاجها وعلاش ما كيحتاجهاش. اذا قلنا القضيه ديال التقطير ديال الماء راه ما شي كيقطر ليه بالصوفه، شي كيقطر ليه بهذا، هذيك المسائل نعطيوها اتساع. بالنسبه لوقت الاحتضار
من يدخل على الميت. هنا القضيه مزيانه بزاف. حتى ديال الاحتضار بعدا اش خصنا نديرو؟ سورة ياسين. اقرأوا سورة ياسين على موتاكم. راه ماشي هي فاش نقراوها في المقبره. شي القراءة ديال المقبره راه ما كايناش. لان القرايه ديال المقبره خصك تمشي تما كتعرف. القرايه ما كيتقراش القران في المقبره. ها فاش كيتقرا القران كيكون شي واحد كيموت كتقول لخوك ولا هذا هز المصحف قرا لنا سورة ياسين. وكيبدا هو كيقرا سورة ياسين كيسهل عليه الله سبحانه وتعالى. وكما قلنا كاين اللي كيتعذب في الخروج ديال الروح ديالو، ولكن ما نقولوش هذا راه ما مزيانش ولا خايب، لا، راه تقدر تكون هذاك الخروج ديال الروح اخر امتحان كيعطيه ليه الله لهذاك الميت باش يتلاقى معاه مزيان. لذا ما نحكموش حنا على بنادم وما نحكموش على الاخر نقول مثلا سوء الخاتمه ولا حسن سوء الخاتمه. راه تبارك الله راه كذا ولا هذه سوء حسن منظر الخاتمه ولا سوء منظر الخاتمه، انت كتشوف داكشي اللي عليك، ولكن علم الله واش داكشي هو اللي كاين ولا لا. نعطيو مثال باش نفهمو. مثلا الفقيه ديال الجامع كان دايز من شي زنقه هنا وهو يلقى واحد البنت لابسه واحد اللباس غير محتشم ما مزيانش، والخا شي كاينه بدا الله ولا مثلا شي شريرين تابعين هذيك الدريه، وقال انا نعتق هذه البنت هذه وهزها بالطوموبيل ديالها قال لها بنتي ركبي وصلك ما خرج حتى نخرج في الشارع. هو راك بين خرج الشارع ضرباتهم شي طوموبيل تقلبوا. اش غادي يقولوا الناس؟ لقينا الفقيه مع واحد البنت متبرجه، ولكن هو شكون اللي علم به؟ الله سبحانه وتعالى. قضيه اخرى الرسول صلى الله عليه وسلم فاش الناس كانوا جالسين في واحد الغزوه كيقولوا ليه كيثنيو على واحد السيد كيقول لي شتي فلان تبارك الله عليه واش كيدير الوقت اللي كذا، قال لهم هو في النار. هو في النار. واحد الصحابي داروا شغل قال انا غادي نعرف هذا علاش هو في النار، وبقى تابعو قتلو ولكن واحد الوقيته تقاس، فاش تقاس ما قدرش يصبر وهو يدير الروح ديالو على البطن ديالو او يدخل فيه. الصدق داير هذا صدقات الرسول، ولكن كل ما كانش هذا الحديث اللي داز من قبل واش غادي نعرفوا؟ غادي نلقاوها شاهد غادي نقولوا هذاك راه شهيد مات، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم والمعجزات ديال الرسول صلى الله عليه وسلم بينت لنا بالله راه هذاك السيد راه هو في النار. لذا الله يجازيكم بخير شويه ديال الشجاعه. باقي شي سؤال ندوزو للمرحله الثانيه. اللي يدخل على الميت اللي يدخل على الميت هو غادي نرجعوا لواحد القضيه اخرى. حنا حيت كنبغيو شي حاجه ولكن الاراده ديال الله عاود